اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في حلقه جديده هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي والعين الاماراتي. المباراه اللي الاهلي كان تمكن فيها من الفوز بثلاثيه ولا اروع، ثلاثيه مع الرأفه. الاهلي النهارده قدم مباراه في غايه الروعه. كل لاعيبه النادي الاهلي النهارده كانت على قدر المسؤوليه فعليا، وكل لاعب قدم كل ما عنده عشان نخلي المباراه دي تخرج بالشكل ده. الاهلي النهارده لعب مباراة تكتيكية من الطراز العالي قوي يا جماعة. الاهلي النهاردة كله مزيكا، كل اللعيبة النهاردة عملت اداء وروح عظيمة جدا. كولر النهاردة يا جماعة عمل مباراة تأكد فعلا ان ده مدرب كبير، تؤكد ان المدرب ده بيقرا فعلا الخصم بشكل حلو قوي 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 قوي. النهارده لعبنا على نقاط الضعف بتاعه نادي العين، والمباراه دي تخلص اكتر من 3 بكتير، بس كان في شويه رعونه كده من بعض اللعيبه. بس خلينا نتخطى كل ده. المباراه بدات في الدقيقه الاولى، هنتكلم بقى نخش على طول كده في المباراه. المباراه في الدقيقه الاولى شهدت كده ان في اسمه ايه ده، سفيان رحيمي هرب بكوره. فجأة كده حسينا ان بدأت المشكلة، لان الكل كان خايف منها ان رحيمي هيستغل السرعات بتاعته وهيبدأ ان هو يشكل خطورة على دفاعات الاهلي. بس دي تقريبا كانت انذار وحيد كده في طول المباراه، طول 90 دقيقه. وبعد كده ما شفناش اي حاجه لسفيان رحيم. في الدقيقه الرابعه امام عاشور بيراوغ الكوره كده من على الجانب اليمين ويسدد الكوره، قصدي من الجانب اليمين بتاع النادي العين، ويسدد كوره قويه جدا، لكن الحارس اتصدى ليها، ودي تبقى اول خطوره للنادي الاهلي. بعدها حسين الشحات برضو بيعمل نفس الكوره وبيراوغ فيها ويدخل ويسدد الكوره. بس كان في مشكله فعليا، حتى هنلاقي من ردود فعل كولر ان هو كان منزعج جدا من فكره ان اللعيبه مش مركزه، وان اللعيبه ما بتخلصش الفرص اللي متاحه ليها. وسيناريو مباراه الزمالك بدا يجي في الاذهان ان هو وبعدين نخش شوط اضافي بقى تاني، وبعد كده نخش نخلي المباراه تطول اكتر من كده، واحنا في ايدينا الفرص اللي بتضيع دي نخليها اهداف ونخلص الماتش ده. يمكن كان احسن لاعب في الشوط الاول لنادي العين هو خالد عيسى. خالد عيسى شال كميه فرص ضاعت، يعني انا مش متخيل فعليا كميه الفرص دي. لو كانت جت كان الشوط الاول ممكن يخلص 4-5، لكن فعليا خالد عيسى كان متالق، او مش هنقول متالق الا في بعض الكرات، لكن في الكره الثانيه كانت الكره بتيجي له وبتخبط فيه وتطلع. في كوره رامي ربيعه دي هو شالها بصراحه حلوه قوي. رامي ربيعه الكوره مره واحده كده لقى الحارس خالد طالع، راح عاملها برجله، قامت راحه، كانت هتبقى لوب حلو قوي 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 وجول حلو قوي رامي ربيعه، بس للاسف خالد عيسى يتالق فيها ويخرج الكوره ضربه ركنيه. كان بيعيب النادي الاهلي قوي في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول، ان الكور الطويله اللي احنا كنا بنعتمد عليها، والكور دي كانت 3/4 بتتقطع من مدافعين نادي العين، وبالتالي مفيش اي حاجه بتشكل خطوره على نادي العين في الكرات العرضيه الطويله اللي كانت بتتلعب كتير دي. لكن في بعض اللقطات اللي كانت بتيجي على الكوره كان متضايق قوي من الكور اللي هي كانت بتبقى في فرصه انك تعمل الكوره بسرعه توديها لخط الدفاع بتاعك او الاجنحه، سواء طاهر سواء الشحات، والكره كانت بترجع ورا. فده كان مسبب فيه مشكله هنا من لعيبه النادي الاهلي، وكان لازم يحلوا المشكله ده، وده اتحلت في الشوط الثاني. والدقيقه 31 تيجي والهدف الاول للنادي الاهلي. وللامانه اللاعب ده يحيى نادر، اللاعب ده غير محظوظ بالمره. يعني التصريح اللي كان قبل المباراه ان باباه قال انا اهلاوي واحنا بنشجع الاهلي، لان هو لاعب مصري بس متجنس. فكره ان هو يغلط الغلطه دي بعد تصريح باباه ده هيحطه تحت ضغط رهيب قوي 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 لما هيرجع تاني لنادي العين. فخطأ ساذج منه ان هو يرجع الكوره من غير ما يكون شايف مين اللي جوه منطقه الجزاء. بيرجع الكوره، وطبعا القناص بتاعنا الفدائي وسام ابو علي ياخد الكوره وان تاتش على طول في الجول. هدف ماركة وسام ابو علي يخلي النادي الاهلي يتقدم في توقيت روعه الروعه. يمكن لو عايزين نقول مين هو احسن لاعب في النادي الاهلي في الشوط الاول هو اكرم توفيق بلا منازع. اكرم قدم شوط اول ممتاز جدا دفاعيا، وما خلى الجبهه بتاعته ما يجيش منها اي خطوره تماما، وكان واقف ومراقب ذاكر قوي اللاعب اللي كان هيجي عليه، وكان عارف انه يوقفه، وكان برجوله. اكرم النهارده كل تدخلاته كانت قويه وناشفه، والحمد لله من غير انذارات ومن غير اي حاجات من الحكم بس مره حذره مره واحده لما كان في تدخل، لكن غير كده كان كل تدخلاته روعه الروعه. اكرم توفيق فعليا مكانه الاساسي هو الجبهه اليمين، يلعب كباك يمين. فكره نص الملعب معاه مش ظابطه قوي، هو باك يمين قوي جدا دفاعيا.
يخلص الشوط الاول ويبدا الشوط الثاني، وفي الدقيقه 47 الشناوي بيعمل كوره بسرعه بيديها لوسام ابو علي، وسام ابو علي بيديها بيمررها لامام بقى يلا يا امام شوط بقى حط كوره في الجول، لكن امام بيشوط كوره غريبه جدا وتطلع بره. امام فعليا هو اللي كان عمل الكوره بتاعت الهدف بتاع وسام، هو اللي كان راح بالكوره وبعد كده دربكت وسط الدفاع، ويحيى نادر يحيى هو اللي بصاها بالغلط لوسام. النهارده امام عاشور كان عامل مباراه ممتازه جدا، على الرغم ان موضوع التسديدات ده كنا في الدقيقه 47 نقول يا امتى بقى يا امام هتظبط رجلك ومش عارف ايه، لكن هو هيفرحنا بعدين ده كان في الدقيقة 54 إمام عاشور يجيب جول عالمي، الكورة تجيله من طاهر محمد طاهر، عرضية بالمقاس والمسطرة على رجل إمام عاشور. إمام عاشور ما فكرش إن هو يلعبها براسه أو يستلم، أو فعليا هي نازلة على رجلك تطلع يا لمسة واحدة روعة الروعة من إمام عاشور، ويجيب الهدف الثاني اللي هو ريحنا كتير وتوقيته برضه ممتاز في الدقيقة 54. يا سلام، بص جول في مقتل، جول فعليا احبط لعيبة العين وخلاهم خلاص بقى هيبقى في مشكلة. وطبيعي مدرب العين شفت مره واحده نزل بقى خلاص، طلع كل الباكات بتاعته الدفاعيه ونزل باثنين هجوميين، لان هو ما عادش قدامه كده، عمل كده في نهايه الماتش بعد ما كان الاهلي جاب 3. بس فعليا الجول الثاني ده توقيته كان ممتاز جدا للنادي الاهلي، وبرافو امام عاشور اللي قدم النهارده مباراه ولا اروع. في الدقيقة 66 بيواصل إمام عاشور الفوقان بتاعه ويسدد كورة قوية جدا بشماله، لكن المتألق خالد عيسى، شوف أنا بقول لك المتألق وهو اتغلب 3 ودخل في المرمى 3، لكن خالد عيسى فعليا النهارده أنقذ العين من نتيجة تاريخية، وصدت كور كتير جدا من لعيبة النادي الأهلي بما فيهم الكورة بتاعت إمام عاشور اللي بنقول عليها دي. المباراة دي هتكون نقطة انطلاقة جديدة لإمام عاشور مع النادي الأهلي. فعليا إمام عاشور كان فايق قوي في المباراة دي وقدم مباراة عظيمة فعلا. برضو بعديها الاهلي خلاص بيهدي المباراة وبيلعب المباراة على قد بقى خلاص ان انا عايز اقفل الملعب وهلعب على الهجمة مرتدة، وفعليا تيجي انفراد يعني لامام عاشور في دقيقة 86. خلاص يا امام بقى يلا ادخل حط الثالث واحتفل وشوف هتعمل ايه، لكن فعليا المدافعين ضغطوا على امام، وامام ما تصرفش بشكل احسن ما يمكن يعني، والكوره خلاص امام حاول امام يشوطها تخبط في الدفاع، في الاخر خالد عيسى يمسكها او حتى كانت حسبت فاول، لكن فعليا كانت الكوره دي كانت ممكن تبقى الهدف الثاني لامام عاشور في المباراه، لكن التصرف ما كانش قد كده. بس ما علينا، براحتك ضيع. في الدقيقة 91 وختامها مسك من عمر كمال عبد الواحد اللي بيستغل الضغط العظيم اللي عامله وسام ابو علي. وسام ابو علي يا جماعة مش مهاجم بس، مش هداف بس، لا ده هو لاعب فعليا فدائي، بيموت نفسه في الملعب. وسام ابو علي بيموت نفسه في كل كوره وعايز يثبت نفسه وعاوز يقول انا موجود وانا هثبت وانا هضحي من اجل اللعيبه دي. فعليا وسام الضغط اللي عمله بعد ما خد الكوره ما فكرش في نفسه، ما فكرش ياخد الكوره ويروح انفراد، لا اداها على طول لعمر كمال عبد الواحد اللي بياخد الكوره ويروح منطقه الجزاء، وبالبلدي كده يلبس مدافع العين ضربه جزاء في توقيت روعه الروعه. طيب شفنا عمر كمان عمال بيشاور ايد، بيرفع ايده عايز اشوطها انا، وسام ابو علي كان ممكن هو اللي يشوطها، لكن مين اللي هيشوط؟ قفشه، وتبقى قضيه جديده بس قضيه دوليه بقى المره دي في بطوله دوليه. قضيه قفشه في بطوله زي دي روعه. قفشه يحط الكوره عظيمه جدا في نص الجول ويجيب الهدف الثالث للنادي الاهلي، وخلاص بقى احتفال لكريستيانو رونالدو ده بقى بتاعه، وهو فعليا تحس ان هو كان بيرتبه من وقت ما كان بيحتفل بيه هنا في ابو ظبي، واحتفل باحتفال كريستيانو رونالدو. فعليا الاهلي يا جماعه قدم لنا مباراه يعني غايه في الروعه. النهارده الاهلي مزجنا، النهارده الاهلي ثلاثيه ولا اروع، ثلاثيه كده تخليك تقول شكرا للزمالك انه على هزيمه السوبر الافريقي دي. بعد هزيمه السوبر الافريقي الاهلي شحن نفسه كويس قوي 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 قوي، ولعب مباراه السوبر المصري على اساس ان هو يرد اعتباره، فعليا قدم مباراه فنيه قويه جدا جدا قدام نادي الزمالك وقدر ياخد البطوله بضربات الجزاء. والنهارده بيثبت تاني ان هو فايق جدا وقد المسؤوليه، واللعيبه فعليا عارفه ان هي بتلعب لنادي كبير وبتلعب بالشعار. النهارده المباراه حلوه قوي، بس بقى سيبكم بقى من المباراه والاهداف. شفت جماهير النادي الاهلي يا جماعه؟ جماهير الاهلي بتبنى الملعب في اي مكان، والمباراه اهو لسه هتتلعب في شهر ديسمبر، المباراه اللي جايه هتتلعب في قطر، الملعب هيكون كله احمر.
فعليا جمهور الاهلي النهارده هو الاساس بتاع الروح دي، من اول دقيقه لاخر دقيقه بيلعب ويشجع ويعمل، بيحمس اللعيبه. يعني النهارده كان مباراه في خيال، مباراه للخيال يا جماعه، مباراه كل اللعيبه بالجمهور بالمدير الفني بالمحللين، يلا كله عمل النهارده اداء ولا اروع. مبروك لينا، مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم جدا 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 للنادي الاهلي على نادي العين، وان هو يصعد لنص النهائي. ولسه هنستنى مين اللي هيقابلنا في نص النهائي، عشان ان شاء الله لو غلبناه وعدينا نلعب مع ريال مدريد على النهائي. الف مبروك مره تانية وثالثه ورابعه وخامسه وسته للنادي الاهلي.